صحيفة بليد الألمانية نادي الهلال مستعد لتقديم 300 مليون من أجل التوقيع مع هاري كين. أنا عارف إنه نادي الهلال عنده مصيبة في الهجوم وما عنده مهاجم عدل، لكن تقدم 300 مليون لمهاجم زي هاري كين، صح إنه فتاك كل حاجة، لكن الموسم الجاي حيصير عمره 33. ما حد عارف إلى الآن ممكن يوقع معاه في الشتوية أو في الموسم القادم، لكن داروين مايونيز حتمشوه دحين، إيش صار عليه؟ الله اعلم، ننتظر الى نسوق الانتقالات الشتويه والصيف. اذا تبي تشوف اي مباراه في العالم مالك الا زيت فور اشتراك سنه وشهرين ب 59 ريال، تقدر تشوف من الان كاس العالم، دوري ابطال اسيا، دوري ابطال اوروبا. الحق الرابط في البايو يتعلق عليك عندهم ضمان ذهب. سب صحيفه بيلد الالمانيه، نادي الهلال مستعد انه يقدم عرض الهاري كين 300 مليون يورو لمده 3 سنوات. لك الله يا نصر، كل سنة 100 مليون يورو، يعني غير نونيز وغير انزاجي وغير كانسيلو وغير ثيو هرنانديز وغير كولابالي وغير يوسف اللاعب التركي. يا اخوان وش هذا يا اخوان؟ ويقول لك احنا مدعومين. الله يرزقنا دعم الهلال، قولوا امين. قبل الختام احتاج وقفتكم معي، حسابي محظور بالاضافه وباللايك وبنشر مقطع. الله يسعدكم، قولوا امين. سلام. السلام عليكم يا احلى متابعين ترند ميديا سبورت، اشتركوا وفعلوا الجرس، ولو عجبكم الفيديو دوسوا لايك وسيبوا تعليق. يلا بينا نشوف رأي الجمهور. كين مرة واحدة هاري كين. طيب عندكم نونيز، وش تبون تسوون فيه؟ ما له سنة معكم، ما له سنة، ما كمل سنة. يقول لك الهلال مستعد يدفع 100 مليون يورو كراتب سنوي. والله الهلال ممكن يسويها ترى، تدرون ليش؟ لأنه في ميزة في الموضوع، يعني في شيء يملكه هاري كين. قبل أن أنت بتتابع مباريات مسلسلات أفلام تراهم مسوين خصومات أكثر من 50%، وهذا قدر خصم فوق الخصم، الرابط في البايو. الحق هاري كين يملك بند في العقد إنه يسمح له حق الرحيل عن بايرن، لكن بمقابل 65 مليون يورو. يعني الأمر يعتمد على هاري كين، هل هو بيفعل البند هذا ولا لا؟ عاجل الهلال يبغى هاري كين، الهلال يبغى هاري كين ب 300 مليون يورو، 100 مليون كل سنة. أنا ماني عارف يا جماعة الخير، نونيز وقبله متروفيتش. الهلال ناوي على هاري كين، هذا اللاعب لو جاء مستحيل أحد يوقف الهلال. الحين اللي ينقص الهلال صراحة المهاجم أو رأس الحربة، فهاري كين للهلال. الأخبار تقول إنه الهلال يضع على الطاولة 300 مليون يورو. يا ساتر، هاري كين لو جاء الهلال حيعبث في الدفاع وحيعبث بالدوري. هاري كين هلالي، اسمعها من الراشد. نادي الهلال مستعد لدفع بقيمة 300 مليون يورو للتعاقد مع هاري كين، بالعقد اللي يمتد ل3 سنوات. تخيلوا نشوف هاري كين في الهلال. اوه، هذه صحيفة بيلد اللي تقول عن الخبر. اعطونا رايكم، تخيلوا راح تصير يعني هاري كين نشوفه في الهلال، وين نونيز راح يروح؟ اعطونا رايكم، السلام عليكم. اخوان حاجة رسميا، هاري كين ممكن يجي الهلال مقابل 100 مليون يورو، ولو تصير هذه ضربة للدوري السعودي راح نجيب هاري كين مهاجم فتاك احسن من نونيز الاحول. راح نجيب مهاجم فتاك، مهاجم قوي، مهاجم قوي، مهاجم قوي. يا رب يجي. لايك فولو سلام. بوم يا اخوان، يقول لك نادي الهلال مستعد لدفع 300 مليون من اجل التعاقد مع هاري كين يا اخوان، بواقع 100 مليون سنويا، 100 مليون سنويا لمدة 3 مواسم. إدارة نادي الهلال يا اخوان قاعد تفكر انها تقدم مبلغ 300 مليون من اجل التعاقد مع هاري كين يا اخوان لمدة 3 مواسم. بالموسم الواحد نعطيه 100 مليون. لا يجي يا اخوان. اسلوب لعبه ما يناسب لعب الهلال، اسلوب لعب المهاجم هذا ما يناسب لعب الهلال ابدا. اعطونا رايكم في التعليقات يا حبايب، اعطونا رايكم في التعليقات، ولا تنسون هدفنا 50,000 متابع. اللي مضيفني اتمنى يضيفني، لا تنسوا اللايك. الله يسعدكم جميعا ويعطيكم الف عافيه. هاري كين الى نادي الهلال يا جماعه الخير شيء جدا غريب. نادي الهلال مستعد لدفع 300 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب هاري كين بواقع 100 مليون يورو سنويا، وذلك لمده كم سنه؟ 3 سنوات. بالنسبه لي يا جماعه الخير ما اشوف ان الهلال يعني يحتاج هذا اللاعب. عندكم نونيز يعني مهاجم، فليش تجيب هاري كين وبهذه القيمه؟ انا اتمنى يا اخوان ان الخبر هذا ما يكون حقيقي، لانه حاليا منتشر في كل مكان، فشيء غريب والله مره اذا نادي الهلال تعاقد مع هذا اللاعب. ولكن يمكن في فكره ثانيه يعني عندهم، ما ادري. حال كنت تشجع اي نادي في الدوري السعودي، هل تتوقع هاري كين راح يبدع مع نادي الهلال او لا؟ اكتبوا لنا رايكم في الكومنتات، وباذن الله يا اخوان نوصل 50,000 باقرب وقت. طبعا لايك وفولو، وباذن الله نوصلها، واكتبوا لنا رايكم في الكومنتات. ساتر،
يا ساتر، النادي الهلال إلى وين رايح؟ يبقى يتعاقد مع هاري كين ب300 مليون يورو. يا ساتر يا ساتر، إيش المبالغ الهائلة اللي قاعد يصرفها نادي الهلال. هاري كين لو جاء الهلال أنا أتوقع راح يلعبوا في الشامبيونز ليج. وين خلاص يعني، وين ناويين تروحوا؟ كأس العالم؟ لا، تشامبيونز ليج، ملاحم كروية ضد نادي ريال مدريد، برشلونة ضد مان سيتي، وليس الأهلي السعودي والاتحاد. يا ساتر. أجل صحيفة بيلد الألمانية: الهلال مستعد لدفع 300 مليون يورو عشان ياخذ هاري كين. نبدأ حبة حبة. انت مهاجمينك الحين 4: رديف، الحمدان، نونيز، ليوناردو. هذولي الأجانب نونيز وليوناردو وين بتوديهم يعني؟ السؤال. وتدفع 300 مليون يورو على هاري كين ليه؟ صح انه ما شاء الله لعيب كويس يعني وكل شيء، لكن ما تضمن انه يبي ينجح معك ولا لا. 300 مليون يورو بالسعودي هذه مليار في السوق، تدفع مليار على هاري كين. ما ادري، هذا شيء غريب. يعني نتعاقد معه في الشتوية الجاية او نتعاقد معه في السنة القادمة، يكون عمره 33 في السنة القادمة، الحين 32. الله يعين الرجال، الله يعين. والله حال الهلال هذه السنة متلخبط مرة. وبس لا تنسون اللايك والفولو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على النبي. حسب صحيفة بيلد الألمانية الهلال مقدم عرض 300 مليون يورو إلى هاري كين. ما أدري دول عندهم ميزانية مفتوحة والله كيف، عندهم مهاجمين حاليا والحين هذا الثالث، يعني اثنين بيصيروا دكة. إذا جاء هذا الدوري السعودي مصيبة، يمكن كل ثانية يسجل لك هدف. هذا الدوري الإنجليزي أقوى دوري في العالم ما سلم منه، هو فك برضه نحس البطولات، يعني حيجيب بطولات برضه. مصيبة كل شيء تبغاه يسجل لك، رأسيات، عرضيات، كل حاجة، كل شيء من بعيد من خارج المنطقة. اللاعب عمره حاليا 32 وداخل في 33، عادي بيعطيهم موسمين ما عنده مشكلة. بس أنا ما أعتقد يوافق على عرض الهلال لأنه حاليا في عز تألقه مع ميونخ. هاري كين مو من اللاعبين اللي يدوروا المادية، لأنه جات عروض كثير قبل لما كان مع توتنهام. لما وصل لمرحلة اليأس مع توتنهام وقرر يغير النادي عشان يجيب بطولات فقط. بس إذا جاء الهلال هذا مصيبة، كارثة حتصير. هذا أفضل مهاجم حاليا في العالم، بس احتمالية إن يجي هذه بعيدة كل البعد تماما. من الفترة هذه حتشوفوا تصاميم كثيرة على هاري كين هلالية. بوم يا اخوان، الهلال مستعد يا اخوان يدفع 300 مليون يا اخوان لهاري كين. يا ساتر، هاري كين يا اخوان 300 مليون، وراتبه يا اخوان بالسنة 33 مليون يا اخوان، 3 مواسم. والله خليه يجي، اقسم بالله لاعب ممتاز يا اخوان، مهاجم. اتمنى يجي هاري كين. ايش رايكم يا اخوان اذا جاء؟ ان شاء الله الصفقة تتم. اللايك والمتابعة حلمنا 10,000 متابع. يعطيكم العافية. شوفوا يا جماعة، أخونا بالله هذا بلال حداد يرجع يتكلم عن النصر، والشيء هذا يسبب لنا حرقة. مو إن أنت كلماتك تحرقنا، لكن الحرقة إن واحد زيك يتكلم عن الكيان العظيم وعن الجمهور النصراوي العظيم. يا جماعة طلعت حراق زيادة عن اللزوم ولا شو؟ أنا مش عارف يا أخي. لا ده طلعت حراق زيادة عن اللزوم يا نصراوي والله مش عارف. الترند الأول عند النصراويين، الترند الأول حط بلال حداد بالعكس، الترند الأول الضغط واصل لفوق، الضغط عند جماعة النصراويين لفوق، واصل لفوق، ولا اتحادي ولا أهلاوي يقول لك أي نصر من التاريخ. النصر عنده إنجازات بسيطة يعطوا الأصابع، بس أما تاريخ تحكي عن دوري أبطال آسيا. أنت جايب دوري أبطال آسيا شيء؟ أنت كنصراوي عندك دوري أبطال آسيا، هذا كأس عندك إياه، هذا كأس وعندك إياه. فلما تحكي عن تاريخ احكي بمصداقية، ما تحكي عن عاطفة. وهدي لله إلى المقهورين صلوا على النبي. ولبس لي تيشيرت الهلال، يعني يلا يا هلاليين افزعوا معي. اولا لازم تعرف ان المشجع السعودي رجل، وكفى به هذا الوصف، سواء هلالي ولا اتحادي ولا اهلاوي ولا نصراوي ولا اي مشجع، فهو رجل لا يلتفت الحركات امزك اللي انت قاعد تسويها والافلام اللي انت قاعد تفلمها. هذه النقطة الاولى. النقطة الثانية، سهل انك تصل ترند، لكن وصلت ترند بالبذاءة، وصلت ترند بالسفالة، وصلت ترند بعدم الرجولية، وصلت ترند بعدم الأخلاقية، وصلت ترند بالنميمة، وصلت ترند بالتحريش. محاولة إنك تثير المحبة بين الشعوب وتثير المحبة بين الجماهير. فطريقك سهل للترند، لكن طريقك صعب إنك تصل لقلوب المحبين والعاشقين. وعشان تستمر في هذا المجال يجب عليك أن تكسب محبة الناس، لأن الناس هي اللي ترفعك والناس هي اللي تنزلك. أنت مجرد وقت معين في ترند بسبب
أخلاقك الرديئة، كلامك البذيء، ففترة معينة الناس تمشي وتتركك في القاع. أرجع وأقول أتمنى أنك ما تجيب موضوع أو طار النصر أو جمهور النصر أو أي جمهور سعودي على لسانك، لأن حنا أكبر من إن واحد زيك يتكلم علينا. حلوين. وكعادة حليمة رجعت. المرة اللي فاتت طلعت تبكي وقلنا مسكين معليش عدول وزي. طلع الشعب السعودي نفضك نفض من جد خلوك تبكي. المرة هذه رجعت وبتيشيرت الهلال وقصدك تسوي فتنة بيننا برضه، بس ما حتزبط مرة، ما حتزبط. وأقول لك هي من بدري حتطلع تبكي مرة ثانية، لأنه كل اللي قاعد تسويه ده مو ناجح. أنا معاك الترند حلو بس بكرامة. وكاتب أنا ما عارف عربي صفر. يا جمهور النصر السلام عليكم. تراني طلبتكم طلبة، أرجوكم رجاء ابعدوا عن هذا المريض. أقسم بالله العظيم مريض وجاهل. هذا إنسان يبغى ترند على حسابكم، اقسم بالله يبغى ترند على حسابكم، يبغى يوصل ترند، يبغاكم انتم توصلون ترند بردودكم عليه اسحبوا عليه، اسحبوا عليه يا جماهير النوادي السعوديه، اسحبوا عليه. قسما بالله جالس ينبش فيكم، والله العظيم جالس ينبش فيكم، يبغى يسوي بينكم فتنه ويبغى يوصل ترند، يبغى مشاهدات عاليه. اسحبوا عليه ارجوكم، اقسم بالله العظيم انه لو تسحبوا عليه انه ما يسوى حتى بصله، اقسم بالله يسحبوا عليه. ترى بلال حداد ما عنده، ترك كل شيء ورجع عليكم، رجع عليكم انتم يا الجماهير السعوديه، رجع يبغى يصير ترند عليكم، اقسم بالله يبغى يصير ترند على حسابكم. اسحبوا عليه يا جمهور النصر، يا جمهور الهلال، يا جمهور الاتحاد، يا جمهور الاهلي، اقسم بالله العظيم تروه وصل ترند على حسابكم. اسحبوا عليه يا الربع، اسحبوا عليه، تروه جاهل ما يفهم مريض، اسحبوا عليه تكفون. بوم بوم بوم. كالعادة تم تعميم التغريدة والكل نزلها. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. عندي غيرهم فوق 20 صورة، بس أنا ما بطول المكتب. ما تركزوا دائما النصر يتحدث من نقص، هو عارف إنه الأقل جماهيرية داخل المملكة العربية السعودية، وإنه ما يوصل ل5% من جماهيرية الهلال أو الاتحاد أو الأهلي. عشان كده تلاقوه دائما يغذي عقل المشجع النصراوي والمشجع السعودي بشكل عام إنهم الأكثر شعبية. أنتوا عارفين إنه كتر الدق يفك الحام. الحمد لله أنا كمشجع هلالي أو الاتحادي أو الأهلاوي عمرنا ما تكلمنا في دي المواضيع، لأنه الجماهيرية تبان في الملعب. النادي هذا ما قدر يرفع تيفو في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بطولة هو عمره ما حققها. الله لا يحطني مكان أي نصراوي طول حياتي يا رب. اسمك مكتوب إذا هذه قائمة كبار آسيا أبطالها التاريخيين. أنت كنصر ما أنت موجود. تخيل النصر تاريخيا لم يتسيد أي بطولة، لا دوري، لا كاس، لا سوبر، لا ولي العهد، ولا آسيا. النصر أقل مما يتحدثون عنه. النصر لا يوجد. عرفتوا الآن ليش يغذوا عقولنا؟ يبغوا يصيروا هنا ولو إعلاميا. السلام عليكم. طبعا هذه إيرادات الأندية حسب الإعلان الأخير لأندية الصندوق. الهلال في المركز الأول، ثاني النصر، وبعد الأهلي. لا بس تذكرت النصراويين يوم يقولون عقد كريستيانو من إيرادات النصر. إيرادات النصر قل خاتم خطوبة جورجينا ممكن نبلعها، عقد تجديد كريستيانو نكمل. بعده الاتحاد، الهلال إيراداته مليار إيرادات، النصر 615، الأهلي 342، والاتحاد 339. ويزعلون إذا قلنا لا تقارنون أنفسكم بالهلال. الهلال بعيدا عن كل المقارنات، من ناحية الإيرادات، من ناحية جلب الرعاة، من ناحية البطولات، من ناحية التاريخ، الجغرافيا. حين يجونك جماعة أنتم تطبلون والتطبيل 1 مليار وتقولون تطبيل. يعني نادي الهلال أكثر الأندية الصندوق جلب لشركات الرعاة. سبق قلت لكم في شركات رعاية محلية وفي عقود رعاية عالمية. الهلال النادي الوحيد اللي عنده رعاية عالمية من بين كل الأندية. بقية الأندية الشركات العالمية اللي وكلاء
في الشرق الأوسط أو في السعودية. لكن هل رعايتهم عالمية؟ لا، الهلال فقط. تخيلوا هذا كله والهلال ما عنده لاعب فئتين. عشان أقول لكم إنه اللي يوصلك للعالم واللي يخلي الناس تيجي وتوقع معك مش لاعب كبير، لا، ما تقدمه في أرضية الملعب، وبالأخص بالمشاركات الخارجية مثل ما سوى الهلال في كأس العالم وأعلى مبيعات تيشيرتات. لا، هذا الكلام الفاضي ما يمشي. الأرقام قدامك وتوضح، ودائما الهلال يثبت لك إنه الأقوى والأفضل بالأرقام. لا مو إعلام وبلبلة إعلام، لا، بالأرقام.